بطلت اشتريها من زمان. تعالى اقولك انا عملت ايه. بس قبل اي حاجه صلي على الحبيب قلبك يطيب، انزلي اعملي اللايك والشير وقولي لي رايك في الكومنتات، وما تنسيش تكتبي لي الميزانيه وانا هعمل لك عليها احسن مشتريات باذن الله هتنول اعجابي. يلا بينا نسمي بالله واقول لك انا عملت ايه. لفه الجلاش دي بقالها عندي اكتر من شهرين، ناشفه ومهروله وحالها ما يعلم بالله ربنا. وطبعا الحاجه غاليه، مش هنرمي حاجه، هنعملها يعني هنعملها. بما اننا بنحب الفطيره الحلوه فانا هعملها لهم فطيره حلوه. معلقه زيت محترمه كده، همسح الصينيه كويس قوي، ولازم مسحه كويسه او محترمه عشان ما تنشفش مني. واوعي تعملي زيي وتنسي الجناب، طول عمري بنسى الجناب بتنشف مني وبتلزق، اوعي تنسيهم. وهجيب معلقتين زبده كبار وعليهم معلقتين زيت هسيحهم، وهبدا ارص الصينيه. رص الصينيه هنا بيبقى فن، يعني اللي تحت سليم واللي فوق سليم واللي في النص ما يعلم به الا ربنا. عشان كده بقولك مش هنرمي الحاجة. انا جبت الصينية وهرصها زي ما انت شايفة كده، بعملها ورقتين ورقتين، وبحاول الجزء الشمال لو ده هتنيه يبقى الجزء اليمين الناحية التانية هو اللي يتني، عشان تبقى كلها سوا واحد. ومسحة الزيت او السمنة او الزبدة المتاح عندك تبقى كويسة. المحلات ما بتعملهاش على فكرة بسمنة بلدي خالص، تقريبا بتعملها الزيت. المهم الخليط اللي هيترش عليها، والخليط ده انا عملته بطريقة اقتصادية جدا وحلوة جدا جدا، محدش اختلف عليه. وكل اللي يدوقها عندي يقول لي يا سمر الخليط بتاعها عن ايه. هقولك الخليط بتاعها معمول ازاي وفي البيت ازاي، وكل حاجة بسيطة بإذن الله. صلي على الحبيب قلبك يطيب. بدأت أرصها ورقتين ورقتين زي ما قلتلك. أهم حاجة اللي فوق يبقى سليم واللي تحت يبقى سليم، واللي في النص مش مهم، مش هيتشاف هيتاكل كده كده. رصيتها زي ما انت شايفة، خليتها كلها بطول الصينية. حاولت على قد ما اقدر تكون كلها واحد. كل ورقتين اسهل من كل ورقة ورقة، يعني عملتها ورقتين ومع مسح الزبدة وورقتين لحد ما خلصت اللفة كلها. وكل المكسر هحطه في النص. الحاجة غالية جدا، مش هينفع نرمي حاجة. كلنا متضايقين بسبب الأسعار. يا جماعة أنا لما بنزل لكم سعر حاجة أنا جبتها النهاردة بيكون النهاردة، بكرة ده بتفاجئ إن في أسعار تانية، فأنا زيكم. ومش من مصلحتي إن أنا أقول لكم أسعار أنا ما جبتهاش. يعني هقولك على حاجة رخيصة وهي أصلا غالية، طب ما أنا عارفة إن أنت هتنزلي وهتشوفي الأسعار دي، أكيد مش هطلع نفسي كدابة. خلوكوا بس مستعينين بالله وطولوا بالكم. أنا والله متضايقة زيكم بغلو الاسعار. هو المصروف ما زادش، بس خلاص مضطره اتعامل واتعايش مع الوضع. واللي بيغلى مش هيرخص، خليكي متاكده من المعلومه دي. فمش لما تتضايقي الحاجه هترخص، لا بالعكس هتتضايقي والحاجه برضو بتغلى. خلينا نتعامل، اللي يجيب حاجه يقول سعرها، وخلينا برضو متفقين ان انت هتجيبيها النهارده بسعر، بكره بسعر. ده هيفضل لحد امتى الله اعلى واعلم. انا زيكم، وعمري ما قلت حاجه بسعر وانا جايباها بسعر تاني. الواحد بيعامل ربنا ما بيعاملش بني ادمين، وده اسهل واريح. المهم انا خلصت الصينيه زي ما انت شايفاها كده كلها. حطيت رشه السمنه او الزبده على قد ما اقدر. انت تحسيها كتير، بالعكس هي مش كتير خالص، ده كل اللي شافها كان قال ان هي قليله، بس هو عشان قريبه من الكاميرا بيتهيألك ان هي كتيرة. ظبطتها كده على قد ما اقدر، اهتميت بالطروف عشان ما تلزقش مني زي كل مرة. وهدخلها الفرن على نار عالية، مش هتكمل معاكي نص ساعة. وشوية الزبدة اللي اتبقوا مني هنزلهم في الطبق ده، وعليهم كوباية لبن. وكوباية اللبن عليها كوباية مية من الفلتر زي ما انت هتشوفوا قدام عينيكي. ما تقوليش ايه اللي سمر بتعمله ده، لا هما بيعملوها كده. عشان كده لما بنجيبها من المحلات بتلاقي اللبن خفيف، بيخففوا اللبن. معلقات الزبدة عليها كوباية لبن عليها كوباية مية. وكنت عامله الحليب المكثف نزلته عندكم على الصفحه. هحط معلقتين من الحليب المكثف ومعلقتين من السكر البودره. الحليب المكثف بيتحط في الفريزر، ما بيتجمدش، لما بيطلع بيكون سائل. انا طلعته قدام عينيك اهو، سائل زي ما هو، اللهم بارك، حلو جدا. هو اللي غير النكهة وهو اللي بيخليها تتنفس، وهو الاساس، وهو مش عايزه اقولك حلو قد ايه. الفطيره بتتنسف مجرد ما بعملها، ما بتقعدش. دخلت الصينيه، هحضر الميكس ده، هقلبه كويس قوي عشان ادوب السكر البودره، وفي قطعه زبده كمان لسه مسحتش. وكمان هدوب اللبن المكثف، هقلب كويس قوي. وهنا كنت عامله بيتزا، قصدت اوريها لكم. الفيديو ده هنزله لكم على الصفحه طبعا دلوقتي، هتشوفوها هيعجبك باذن الله. حلوه جدا اقتصاديه، من لفتين جلاش عملت عليه عزومه. الفيديو موجود على الصفحه، هستنى تقولي لي رايك فيه. من ناحيه تانية هحط معاها ميكس اللبن والزبده والميه عشان الزبده تسيح ويبقى سخنه. واطلع صينيه الجلاش من هنا، وانزل عليها بالحليب سخن من هنا. اللهم بارك، شايفاها مورقه ازاي؟ حلوة خطيرة، مفيش بعد كده.
ميكس اللبن اللبن على الميه. هما بيعملوها كده ما تقلقيش. هغطيها بعد ما اسقيها، هنا بوزع الزبده زي ما انت شايفه، وهغطيها وهنبدأ ناكل منها. اللهم بارك. 5 دقايق مفيش بعد كده. بصي بقى، انا جبتلك حته من النص، انا بحبش الورقه اللي على الوش دي بتبقى مقرمشه، انا بحب اللي بتلظ لبن. حلوه جدا، مفيش احسن من كده. اتنسفت كالعاده بألف هنا وشفا على قريبهم. ما تنسوش تعملوا لايك وشير، وطبعا قبل اي حاجه صلي على الحبيب. قلبك يطيب. هستنى رأيك في الكومنتات، وتقولي لي وصفاتك وبتوفري وبتدبقي ازاي. دمتم بخير، ما تنسوش اللايك والشير.